عالي جدا عن الارض يعني. بصوا، لان هو ركوبه ادفنتشر، انسى بقى كلمه ان هو صيني. النهارده شركه زونس نزلت حاجه كواليتي انا شايفها عالي قوي، زي فكره زونس ام 310 اللي هو السكوتر. اول ما نزل كان ب 53,000 جنيه، النهارده عدى ال 180,000 جنيه. فالقصه كلها في ان هو عايز يكتسب ثقه السوق المصري، في ان هو يقدر ان هو يدفع ويشتري البراند بتاعه. تمام، لان النهارده لو انت عايز تجيب لي حاجه ادفنتشر ياباني هتلاقي ارقام فلكيه كبيره. فالنهارده البايكات الصيني اتطورت بشكل كبير جدا. وعلى فكره هي مش عندنا بس، يعني بره عندك في الهند، في الصين، في اليابان، في تايلاند، في الحتت دي هتلاقي بايكات حتى لسه احنا ما ظهرتش عندنا كلها، فئات صيني بس كواليتي بتاعتها عاليه. هو هنا عامل لك كل حاجه انت محتاجها. اولا هو تبريد ميه، تمام كده، سكرينه بتعلى وبتنزل الكترونيك. عندك عامل لك انجن جارد على ايدك، عندك عامل لك انجن جارد كده من الجنب، انت مش محتاج تعمل اي حاجه خالص. الحاجه بس اللي انت ممكن تركبها، عندك 3 بوكسات هيركبوا كده في الظهر، والقعده بتاعته قاعده مريحه جدا، السكرينه كويسه، ممكن ان انت تغيرها بس دي حاجه هتبقى